أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. اليوم اتصلت علي امرأة تسألني عن شخص توفي ولكنه لم يكن يصلي لله ركعة. تسألني هل يجوز أن نتصدق عنه أو نستغفر له أو ندعو له. هذا الكلام ليس موجها للناحية الفقهية هل يجوز أو لا يجوز، ولكنني أذكر به كل إنسان لا يصلي. ترى الناس بعد ما تفارق هذه الدنيا سيسألون عنك هذا السؤال: هل يجوز أن نترحم عليه؟ هل يجوز أن نستغفر له؟ هل يجوز أن يصلى عليه؟ هل يجوز أن نفعل له خير؟ هل يجوز أن ندفن في مقابر المسلمين؟ ترى هذه أسئلة الناس اليوم، أيجوز أو لا يجوز؟ فأنت متردد بين هذا وذاك يا من لا تصلي. هل فكرت أن يوم القيامة لو كنت من أحسن الناس خلقا وكنت قد صمت كل شهر رمضان وحججت واعتمرت كل عام وكنت من أبر الناس بأهلك وكنت تتصدق وتفعل الخيرات، لكنك عندك مصيبة واحدة؟ ما هي مصيبتك؟ أنك لا تصلي. أتعرف أن أعمالك الباقية كلها ستفسد؟ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت يعني تجمع فسدت، يعني بعض الناس يصلي لكن صلاته فاسدة، فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تعرف من الغي؟ الغي يقولون وادي في جهنم لو سارت به الجبال لذابت من حره، فقط مخصص لتارك الصلاة. أنا ما جئت في هذه الحلقة أخوف وفقط أرهب، لا، لكن جئت أذكر. يا أخي الكريم، يا أختي الفاضلة، إذا أذن المؤذن ينادي من؟ ينادي الناس لمن؟ لله عز وجل. الله يدعونه. ولهذا لما قال الأعمى قال يا رسول الله الأعمى يبي يصلي لكن في البيت ما يقدر يصلي في المسجد، ما عنده أحد يوديه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال نعم. قال فأجب، لا أجد لك رخصة، خلاص تصلي مع المسلمين. كيف بالذي مو يترك صلاة الجماعة، لا يصلي أصلا؟ تخيلوا لو قبض الله عز وجل أرواحنا. في الأمس قرأت الجريدة في صفحة الوفيات 2 قد توفي رحمهم الله، واحد عمره 20 سنة وواحد الثاني عمره 16 سنة، وكثيرا ما نقرأ 14 سنة 13 سنة 2 سنة واحدة، سقط ينزل من بطن أمه ميتا. ماذا سنفعل إذا قبض الله عز وجل أرواحنا؟ لا تقل سوف أبدأ من الغد، الآن أنت تسمعني، الآن في صلاة ضيعتها فرط فيها أقضيها الآن وابدأ. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لا تكن كمن قال الله فيهم لما قبض روحه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أخي الكريم، أختي الفاضلة، لا تقولي أنا صغيرة، لا تقل تو الناس، لا تقل إذا جاء رمضان القادم أو ليلة القدر أو الحج ما نضمن، والله ما نضمن. لو كنا نضمن هذا فقال الواحد خذوا راحتكم قبل الموت الإنسان بيوم يصلح ما بينه وبين الله، لكن الموت يأتي بغته. كم من إنسان نام وما استيقظ، كثيرون وهو جالس يضحك وليس به مرض، فجأة سكت، فجأة انتهى كل شيء.
إذا كانت الصلاة عمود الإسلام، شفت الخيمة لو كان عندها عمود وسقط العمود تبقى خيمة؟ تسقط الخيمة على رأس أهلها. هكذا الإسلام. يقول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أنا ما أقول هذا الكلام من باب يعني خلاص أنتم على دين وحنا، لا، مهما كنتم، يعني مهما كان إنسان قريب من هؤلاء وأظنهم يشهدون الشهادتين ويقرؤون القرآن وفيهم خير، نعم، هذا الخير استثمره يا عبد الله، لا تجعل هذا الخير يضيع. ابدأ من الآن، قل بإذن الواحد الأحد لن أضيع صلاة ولن أخرها عن وقتها، لأن من أخر الصلاة عن وقتها فقد سهى عنها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شاب لا يصلي، كان مسافرا بسيارته في إحدى الخطوط السريعة، انقلبت به السيارة، فجاء الشرطي ووجد السيارة، أسرع لينقذ من بالسيارة. أغاني يسمع، كان في آخر لحظات حياته، ما كان يصلي، فدخل عليه الشرطي يريد أن ينقذه. يقول: فلما دخلت عليه سمعته يصرخ، قلت: ايش فيك؟ ما بالك؟ أين الألم؟ تعرفون ماذا قال؟ قال: هو في سقر. يقول الشرطي: ما كنت أفهم شو يقول، شنو يعني سقر؟ ما أدري. يقول: فقال لي هو في سقر. قلت له: ايش قصدك؟ يمكن هذا الرجل قاعد يسمع ملائكة ويقول مثلها. يقول: هو في سقر. يقول: فصرخ وهو يقول هو في سقر حتى خرجت روحه. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. أول سبب لدخول الناس والعياذ بالله إلى جهنم سقر. أول سبب ما كانوا يصلون. لا تقول أنا صغير، ترى اللي عمره 7 سنوات يبدأ يصلي، 10 سنوات يعنف عليه لازم يصلي خلاص. إذا بلغ وما صلى فإن مصيره للأسف الله أعلم بحاله. كيف يبلغ الإنسان ولا يصلي؟ يموت على أي ملة ومذهب الله أعلم، مع أبي جهل وفرعون وأبي بن خلف، مع كبار يعني مع أئمة الكفر يحشر معهم يوم القيامة لأنه لم يكن يصلي. الصلاة أقم الصلاة. ترى الصلوات الخمس من مميزاتها الراحة النفسية، اطمئنان القلب، تكفر السيئات ما بينها، ينشرح صدرك. أقم الصلاة طرفي النهار، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أخي العزيز، أختي الفاضلة، الصلاة فيها نور، الصلاة فيها رحمة، الصلاة فيها خشوع، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إذا ركع تتساقط السيئات، وإذا كبر قام بين يدي الله عز وجل يستقبله. في أفضل من الصلاة؟ هناك عبادة أفضل من الصلاة يركع الإنسان فيها لله ويسجد لله ويخشع قلبه لله. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. أول ما يكبر في الصلاة يقول: الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا بيني وبين عبدي، لعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم. يعني الله عز وجل يتجاوب معك في الصلاة. كيف لا تصلي؟ أقل شيء الصلوات الخمس كانت 50، يعني كانت 50 الله خلاها 5. لا تقول لي الخمس ما الأجر، لا، لك أجر 50. كانت صلاة 50 صلاة، لا يبدل القول الذي الله يقول. كانت 50 تظل 50، تصلي 5 كانت صلاة 50 صلاة. إيه أكيد، لأن الحسنة ب10. لا، موضوع ثاني الحسنة ب10. الموضوع الأول الصلاة كأنك صليت الصلاة ب10، ثم بعدها الحسنة ب10 أمثالها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أخي الحبيب، أختي الكريمة، الآن أنتم تسمعوني، قولوا لأنفسكم خلاص بإذن الواحد الأحد من الآن نقوم نتوضأ،
أول ما تنتهي هذه الحلقة قم صلي. لا يثاقلك الشيطان تو الناس قم انفض الغبار عن نفسك، قومي وقولي استعنت بالله. خلاص هذه الكلمة سوف تكون بداية صلاتي بإذن الله إلى أن يلقاني الرب عز وجل. 2 ماتوا في شهر رمضان، في ليلة 27، أرجى ما تكون ليلة القدر. الأول مات في سيارته، فتحوا الباب كسروا الباب شافوه طايح، أخذوا للمستشفى ميت. تعرفون شو ميت؟ في ليلة 27 ميت وهو يتعاطى المخدرات. الثاني مات أي مكان؟ كان في المدينة المنورة. في أي مكان في المدينة؟ في المسجد النبوي الشريف. في أي وقت؟ ليلة 27 الثلث الأخير. ماذا كان يفعل؟ يصلي خلف الإمام صلاة القيام. على أي حال؟ في وضع السجود أقرب ما يكون العبد من ربه قبض الله روحه. شفت الفرق بين الأول والثاني؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. من كان في قلبه الصلاة يحافظ عليها. عندنا شياب وكبار سن ما يقوم بالساعة، خلاص تعود، قلبه مع الصلاة، قلبه يوقظه للصلاة، ما يحتاج مذكرة أصلا. وسعيد بن المسيب 40 سنة ما أذن المؤذن إلا هو في المسجد. شوف اللي قلبه في الصلاة. وكثيرون ماتوا وهم في الصلاة. من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. الله وفقه وعسله، تركه الرب عز وجل حتى إذا صلى وكبر قبض الله روحه. يبعث يوم القيامة ساجدا، يبعث يوم القيامة راكعا، يبعث يوم القيامة قائما لله، وذاك يبعث يوم القيامة منتحرا بأي شيء؟ بكبيرة من الكبائر، بالمخدرات. كم نسأل والله، يعني الواحد يتضايق لما يسمع هذا السؤال. شيخ أخي عمره 20 سنة توفي ما كان يصلي في حياته أبدا، أنا أدعو له، أنا أستغفر له، والله يحز في النفس هذا الكلام. كيف نجيبهم؟ ماذا نقول لهم؟ يا أخوة يا أخوات، لا نضع أنفسنا في هذا الموقف. لنبدأ من الآن. إذا أردتم الناس أن تدعوا لنا، أن تترحم علينا، أن تصلي علينا، أن تستغفر لنا. أنا ما أقول أنا أستغفر لهم، لكن أقول الناس بدأت تسأل هذه الأسئلة. لما؟ لأنهم يعتبرون هؤلاء في دين وإحنا في دين ثاني. يعني الحبل اللي بينك وبين ربك الصلاة، ليش تقطع هذا الحبل؟ لما تقطع الصلة بينك وبين الله جل وعلا؟ الصلاة من آخر وصايا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. إخواني أخواتي، ونحن نسمع هذه الحلقة التي بإذن الواحد الأحد سوف تغير حياتنا. اللي كان يصلي يزيد، اللي كان يحافظ أكثر، اللي ما كان يخشع، اللي ما كان يصلي يبدأ يصلي. نبدأ نغير حياتنا ونحافظ على عمود الإسلام وعلى صلب هذا الدين. أيها الإخوة والأخوات، لعل في هذا الحديث عن الصلاة كفاية وعبرة لمن أراد أن يعتبر. أسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يحافظ على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وخشوعها وسننها، فالصلاة عمود هذا الدين. أسأل الله أن نكون ممن يحافظ عليه، وأن يتقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.